السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيف حالكم؟ ونكمل الحكاية ليجيون. طبعا أنا نسيت نقول اسم النوبة اللي فاتت. ويا أصدقائي، لو المحتوى اللي أنا بقدمه ده مفيهوش فايدة أو مفيش تفاعل عليه، يعني حتى مفيش حد بيديني تعليق كده اللي هو يقول لي كمل عاش أحسن، مفيش حتى لايك بتاع، يعني ادعمونا يا جدعان، ادعمونا عشان أنا بتعب، ادعمونا. ولو المحتوى عاجبك قول لي عاجبني، مش عاجبك قول لي مش عاجبني وأنا أنهيه. يعني بلاش المجهود كله يروح على الفاضي. أنا عارف إن في عتاولة ياما في المجال، بس الواحد برضو كان يجرب حظه، الدنيا برضو كتسهيل كده. نكمل حكايتنا من الحلقة السابقة. وبعد ما الشخص اللي دخل وسأل عن السيدة الشابة تشاريون، بنعرف ان الشاب ده هو جانغ انجول، السيد الشاب لاتحاد جوهر النخيل، واللي هو بيقول انهم ممكن يشربوا مشروب هنا هم كمان. وبتدخل اخته واللي اسمها انهو. انجول انهو. طبعا اصدقائي، طبعا دي اسامي كوريه وصينيه. ونكمل وبتساله هو كان بيعمل ايه طول الوقت ده، لكن تشاريون بتبدا تفكر في نفسها وبتقول انها كانت بتخليه يفحص جسمها ولسه زي ما هو منحرف، وانها عايزه تضربه بجد دلوقتي، ولكنها بتقرر تتراجع. وهنا انجو بياخد باله ان في شخص تاني موجود في المكان، وبيطلع حاجه من جيبه عباره عن عملات ذهبيه وبيرميها على الاكل قدام الشاب او قدام بطلنا اللي كان قاعد بياكل في حاله، وبيقول له ان دي علشان الفاتوره، وانه لو خلص اكل يقدر يمشي من مكانه دلوقتي، لانهم عايزين يتكلموا. ولكن بطلنا بيبص له بنظره غريبه جدا، وبعدها بيقول بطلنا انه مش شايف ان الفلوس دي كفايه، لان في اكل كتير لسه جاي في الطريق، والفلوس اللي انجول رماها مش هتكفي نهائيا. فانجول بيطلب منه انه يمشي بينما هو لسه بياكل، وبيساله اذا كان بيتصرف بغطرسه لمجرد انه فنان قتالي. وهنا انجول بياخد باله من السيفين اللي مع بطلنا واللي مربوطين بطريقه غريبه، وبيلاحظ ان اسلحته ضخمه نوعا ما. وبعد كده اصدقائي نلاقيه بيتجه الى الاسلحه دي وبيحاول يشيل واحد منهم، لكن فجاه بيحس ان في الم شديد في ظهره، وبيبدا يسال نفسه ايه اللي بيحصل وليه الشفره دي تقيله بالشكل ده. لكن بيقرر انه ما يتراجعش، لانه لو تراجع دلوقتي مش هيكون في اذلال اسوأ من كده، حتى لو كان عليه انه يستخدم طاقته الداخليه. وفعلا انجول بيستخدم كل طاقته الداخليه علشان يرفع النصل، وبينما ما هو رفعه حاجات بسيطة من على الأرض، وبيقول إن الشفرة دي تقيلة جدا. وبيسأل بطلنا إذا كان يستخدمها عشان يتدرب عضلاته، والأشخاص الموجودين مع إنجول بيأكدوا إنهم كانوا عارفين إنها أداة للتدريب. لكن بطلنا بيمسك الشفرة بإيده وبيشيلها بشكل طبيعي جدا، ولكنه شايل ريشة، وبيكلمه وبيقول له إنها مش للتدريب. وهنا إنجول بيسألوه إذا كان بيحاول يهزر معاه، وبيبدأ إن هو يستخدم قوته. لكن قبل ما يحصل اي حاجه تشاريون بتتدخل وبتقول يوقفوا اللي هم بيعملوه، لانهم موجودين في نزل وما ينفعش يعملوا اي حاجه هنا غلط. وهنا اخت انجول بتتفاجأ، وانجول نفسه كمان بيتفاجأ، وبيبدأ يتكلم مع تشاريون وبيقول لها انها بتبص له بنظره مثيره جدا، وبيسألها اذا كانت مهتمه بيه. وبعدها انجول بيمسك ايديها وبيقول لها انهم على اي حال هيشاركوا مع بعض في بطوله التنين والعنقاء، وانه هيكون من الافضل انهم يتعرفوا على بعض اكتر قبل البطولة. لكن تشاريون بتسحب ايديها منه وبتقول له انها اسفة، لكن قررت تشارك مع شخص تاني. فبيتصدم انجول وبيسألها مع مين، فترد عليه تشاريون وتقول له ان السبب هو استخدامه لسلطة عائلته عشان يفرض عليها حاجات، وان اللي عمله ده حقير ومخزي جدا. فانجول بيتصدم من كلامها، وبعدها بيسألها هي هتشارك مع مين بالضبط. فبتشاور تشاريون على بطلنا الغلبان وبتقول لهم انه هو. وهنا بطلنا بيقول بنفسه ان تشاريون هتشارك معاه. فبيتصدم انجول وبيسأله انت مين اصلا. وقبل ما يحصل اي حاجة انه بتتدخل وبتسأل الشاب اذا كان هو عارف اصلا بيتكلم مع مين. فيرد عليها بطلنا انه مش عارف اذا كانت هي عارفة هو مين. فبتقول له انه طبعا لا. كمل بطلنا كلامه وبيقول ان الشخص لما يواجه شخص مجهولا يكون عنده نوعين من ردود الفعل، يا اما يرفض يا اما يخاف منه. فبيكمل بطلنا كلامه مع انه وبيقول لها انك بتعمل الموضوعين مع بعض، انت بترفضي وجودي لانك ما بتعرفنيش، وفي نفس الوقت بتتوقعي اني اخاف من الراجل اللي واقف هناك، وده تناقض تماما، مش كده يا بنت ولا ايه؟ فبتضحك انه بتقول له انها مش متأكدة بصراحة. فيرد عليها بطلنا ويقول لها ان اكيد عندها شوية شجاعة. وبعدها بطلنا بيكمل ويقول ان الناس اللي بتاكل كويس
بتتكلم كويس، ولكن اصدقائي الكلام اللي بيقوله بطلنا بيعصب انجول جدا وبيكون على وشك يكسر الطاولة، فبيحذرنا بطلنا ويقول له انه ما يوقعش الطاولة دي. فانجول بيتعصب وبيعدل هدومه من الغضب، وبعدها بيقول ان هيشوفهم في بطولة التنين والعنقاء، وبيمشي من المكان. وبعدما ما انجول واخته بيمشوا بتبص انه لبطلنا وبتقول له انها هتشوفه بعدين. وبعد ما الاتنين يمشوا بنشوف تشاريون وهي متفاجئة ومصدومة، بتقول ان انجول فرد كبير جدا، وان بالنظر لمزاجه الشاب ده كمان هيكون في خطر. ولكن بطلنا اللي قدامها ده بيقول لها ان بما انهم وصلوا للنقطة دي فخلينا نشارك مع بعض البطولة، وانه هيعدل شوية من خططه. فبتستغرب تشاريون وبتسأله تعدل؟ انت ما كنتش بتخطط انك تشارك من البداية؟ فيرد عليها الشاب وبيقول لها ان ده السبب اللي يخليه لازم يعدل خطته. وهنا تشاريون بتسأله اذا كان لما قال انه عايز يشارك كان بيتكلم عن بطولة التنين السماوي. فبيرد عليها بطلنا وبيقول لها ايوه اكيد طبعا. فبتستغرب تشاريون اكتر وبتسأله طب ليه انت عندك كل المهارات القتالية المذهلة دي ليه ما ضربتهوش؟ فبيرد عليها بطلنا بكل بساطة وبيقول لها انا ما بقتلش عيال صغيرة. فتتفاجأ تشاريون من كلامه وبتقول لنفسها ان ده شيء سخيف، لكن بطلنا بيكمل كلامه وبيقول ان على الاقل الاطفال دول مش سبب وراء تعفن جانهو. فتتفاجأ تشاريون من كلامه اكتر وبتقول لنفسها ان لو هو بيقول الموضوع ده بالطريقة الجادة دي فكأنه فعلا بيقول الحقيقة بالضبط. وفي الناحية التانية بنشوف انجول وهو ماشي وواحد من اتباعه بيقول له ان السيدة تشاريون بتحب السيد انجول كتير جدا، من الواضح انها كانت بتحاول تثير غيرته. فيرد عليه رجل ثاني وبيقول انجول باين انها اصلا ما كانتش بتخطط انها تفوز لانها رفضت السيد الشاب انجول وقررت تشارك في البطولة مع الرجل المضحك ده، وده شيء مش معقول نهائيا. وهنا انجول نفسه بيقول ان الراجل ده مضحك، لكن يتذكر بطلنا بالنصل اللي كان معاه بيقول ان النصل ده بالتأكيد ما كانش من النوع اللي ينفع نستخف بيه، وان المرة الجاية اللي هيشوفوا فيها لازم يعرف هو مين بالضبط. وبعدها بيتكلم عن تشاريون المتغطرسة وبيسأل ازاي قدرت ترفضه هو، وبيقول انه هيخلي الاتنين يندموا على اللي حصل النهاردة لدرجة ان عينيهم هتدمع بدل الدموع دم. وبعدها بينتقل بين المشهد لطائفة السيف الصالح، وبعدها بنشوف هوريون بتقول ان تشاريون رفضت عرض السيد الشاب انجول، وانها سمعت ان السيد الشاب انجول عايش في فساد في بيت المومس بسبب غضبه. وهتسأل طبعا وتقول ايه المومس ده؟ الا وهو بيت الدعارة يا صديقي، فلازم نقول عليه مومس يعني نقول له دعارة ونكمل. فترد عليها ام تشاريون وتقول انها رفضته وانها كانت قلقة لان الشائعات اللي حوالين السيد الشاب انجول ما كانتش كويسة على اي حال. وبنعرف ان الام دي اسمها سوي، وبتقول هوريون انهم ما يعرفوش السيد الشاب انجول ممكن يعمل ايه بمزاجه المتقلب ده. فترد عليها سوي وتقول ان تشاريون لسه شابة وانهم ما يقدروش يخلوها تضحي بنفسها علشان العيلة. فبتقول لها هوريون ان الموضوع مش متعلق بالعيلة بس، لكن ممكن كمان يأذي تشاريون نفسها. وفي الوقت ده بيكون الاب طبعا ساكت وبيبدأ يقول لنفسه ان زوجته واطفاله بيعانوا بسبب تقصيره، وانه لو كان اتقن تقنية السيف القرمزي كان ممكن طائفته تكون اقوى كمان. وهنا هوريون بتقول ان لو الكلام ده صح فدي مشكلة خطيرة جدا، وانهم لازم يلاقوا تشاريون الاول. لكن قبل ما يعملوا اي حاجة طبعا تدخل تشاريون وهي بتقول مفيش داعي لكده وان هو ده الوضع الحقيقي. وبتدخلوا كمان معاها بطلنا اللي لابس اسود، فبتقول لها هوريون انت جيتي. وفي نفس الوقت سوي ام تشاريون بتسأل عن الشخص اللي هي جايباه معاها ده، فترد عليها تشاريون وتقول ان ده هو الشخص اللي هيشارك معاها في بطولة التنين والعنقاء. فتفاجأ الثلاثة وينصدمان صدمة عمرهما من كلام تشاريون. وبيبدأ بطلنا يعرف عن نفسه وبيقول لهم ان اسمه جيوك لي جون. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهارده. واهم حاجه واهم من كل شيء لو عجبتك شاركنا رايك في كومنت، وما تنساش الصلاه على النبي. وانا عارف طبعا ان انت ما وصلتش للدقيقه دي، ومتاكد مليون الالف ان ما فيش حد وصل للدقيقه دي، ولذا شكرا وسلام.